طب ازاي تدخل في مود التركيز العميق؟ رقم واحد، اقطع النت وخد نفس. نيوبورت بيقول لك بكل بساطه الانترنت مش جزء من شغلك، الانترنت جزء من تسليتك. يعني انت مش محتاج تكون اونلاين طول اليوم، ومعظم الاشعارات اللي بتجيلك ملهاش اي 30 لازمه. جرب تقفل النت الساعه وشوف هتحس بايه. ما تخافش، العالم مش هيولع لو ما قريتش رسائل واتساب لمده 30 دقيقه. رقم اتنين، اشتغل في جلسات مركزه زي طريقه بومودورو، 25 دقيقه تركيز زائد 5 دقائق راحه. بس نيوبورت بيقول لك ال 25 دقيقه دي مش كفايه، انت محتاج وقت اطول علشان توصل لحاله التركيز العميق، فجرب بدلها 90 دقيقه تركيز متواصل زائد 20 دقيقه راحه. الفكره انك لازم تدي مخك فرصه يدخل في الهايبر فوكس، لان التحويل بين المهام بياكل 40% من طاقتك العقليه بدون ما تحس. رقم 3، اعمل رجيم معلوماتي. تخيل ان مخك زي المعده، لو مليته بحاجات تافهه مش هيبقى عنده طاقات للحاجات المفيده. قلل متابعه الاخبار اللي ملهاش لازمه. حدد لنفسك وقت معين في اليوم للسوشيال ميديا. ركز على المصادر اللي بتضيف لقيمتك فعلا. نيوبورت بيقول لك مش لازم تتابع كل حاجه، ركز على الحاجه اللي تهمك بس. رقم 4، خطط يومك من قبل ما يبدا. لو يومك مفتوح بدون خطه هتلاقي نفسك بتتفرج على فيديوهات القطط لمده ساعتين من غير ما تحس. خطط يومك بحيث يكون عندك وقت للعمل العميق، وقت للراحه، وقت للتفاهه. برضو لازم تسيب لنفسك مساحه، لازم تسيب لنفسك مساحه ترفع عن نفسك بس بحدود. الهدف مش انك تبقى روبوت، لكن انك تسيطر على وقتك بدل ما وقتك هو اللي يسيطر عليك.